معانا رسالة صوتية نسمعها. مساء الخير يا دكتورة، أنا اسمي يوسف وعندي 55 سنة. أنا متجوز من بنت أصغر مني، هي عندها 22 سنة بس. في الأول كنت متجوزها علشان مغضبش ربنا، عشان متعتي يعني، ولكن حبيتها جدا وابتديت أراضيها وأعمل لها كل حاجة هي عاوزاها. عوضتها عن ظروف كتير عاشتها، وهي فضلت تطلب مني حاجات اشتريها لها وحاجات اجيبها لها. وفي يوم من الايام صحيت ما لقيتهاش في البيت، هربت مع حبيبها الاولاني. فضلت ادور عليها لغاية ما عرفت انها كانت بتمثل عليا، وانها اتجوزتني بالاتفاق مع حبيبها علشان يأمنوا مستقبلهم. انا مش عايز اطلقها، عايز اذلها، عايز اخليها كده ما تعرفش تتجوز تاني. قوليلي يا دكتورة، انا محتار ومش عارف اعمل ايه. هو مين ذل مين الأول؟ مش أنت اللي ذلتها الأول؟ هو أنت لما تقولي هتجوز واحدة عندها 22 سنة واخدها لمتعتي بس، هو ده مش ذل للمرأة؟ ما أنت واخدها متعة. أنت زعلان ليه؟ إن هي كمان كانت واخداك عشان فلوسك. ده طبيعي. أنت منتظر إيه؟ أنت راجل عندك 55 سنة. أنت فاكر إنك لما بتاخد 22 سنة أنت بتاخدها عشان تتمتع معاها؟ لأ، لأن دي اللي أنت هتبقى قادر إنك تتعامل معاها. أنت مش هتقدر تتعامل مع سيدة ناضجة وتقدر تقيمك صح كراجل. الحقيقة أنت اللي ضعيف، وده السبب أساسا اللي بيخلي الرجالة تتجوز بنات أصغر منها. مش عشان دول اللي هيحركوا المشاعر ولا يرجعوا الشباب، لأ، عشان هم مش قادرين يتعاملوا مع النضجة اللي مناسبة ليهم. كون بقى ان ده كانت يعني معمول عليك كمين وان فلوسك اتسرقت وكده، والله انا شايفاه انه عدل ربنا. تيجي تقول لي بقى ما طلقهاش واذلها، والله بفلوسك هتخلعك، فعلى الاقل يبقى شكلك حلو انك طلقت، احسن يبقى اسمك مخلوع يعني. في الحالتين اللي عرفت تعمل كده وتسرقك هي وحبيبها مش هتغلب عشان تخلعك، فاعملها بكرامتك، حافظ على الباقي. ومعايا رسالة جات لنا على الانبوكس، هي بتقول إنها حبت راجل في سن أبوها ووثقت فيه جدا كأنه أبوها. مبدئيا كده قبل ما أعرف بقية الرسالة، لا في أب غير أبوكي ولا أخ غير أخوكي. موضوع بقى إنه زي أبويا وبيعوضني حنان أبويا وزي أخويا، الكلام ده مش موجود في الكون. فإحنا مبدئيا إحنا هنمشيها إن هو بيعوضني عن عدم حنان أبويا عليا، لأن مفيش حد هيبقى أبوكي غير أبوكي. طبعا أنا وثقت فيه، وهو طبعا بدأ يشعر قد إيه أنا واثقة فيه وما أقدرش أبعد عنه، وبدأ يستغلني ماديا كمان. وأنا كنت بخاف أعترض، عشان لو اعترضت هيبعد عني ويسيبني، وأنا حقيقي مرتاحة معاه وحاطة الأمان في حياتي بوجوده. مش عارفة أعمل إيه. هو أنتِ بتدمري نفسك ليه؟ ده راجل استغلك، واحدة قد بنته ولقاها عايزة شوية حنية اداها لها، ويا ريت الحنية دي كانت من قلبه. لا 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 لا، الحنية دي كانت عايزة تملى جيبه، وعودك على وجوده. أنتِ ما بتحبهوش، أنتِ متعودة عليه. وعشان تقدري تطلعي من الأزمة دي، قولي لنفسك هو ما بيحبنيش. اللي بيحب واحدة بيعملش فيها كده. اللي بيحب واحدة بيتمنى لها السعادة والهنا. فين الجواز؟ فين البيت؟ فين الأولاد؟ فين العيشة؟ ده إنسان أناني. حبي نفسك. أنت ليه شايفة إن نفسك ما تستحقش أكتر من واحد ما بيديكيش حاجة غير صحبة، ويا ريت كمان صحبة هو أمين عليكي فيها؟ سيبيه طبعا. وصدقيني لما واحد بيروح بيجي الأحسن منه. محدش بيموت ورا حد، وكل اللي تعبوا في الحب وقصص جوازهم
حبوا بعضها تاني وحسوا إنه اللي قبليه كان أي كلام، أنتِ بس متدلعة شوية، سيبيه هييجي لِك الأحسن منه. معانا كمان رسالة جاية لنا من نهى، نسمعها كده. أنا اسمي نهى. الحقيقة أنا كنت بنت متدلعة أوي وعايشة في مستوى اجتماعي كويس أوي، بس للأسف بابا خسر كل فلوسه، وعشان أنا كنت جميلة اتعرض عليا إن أنا أتجوز من رجل أعمال هو أكبر مني ب25 سنة. هو وفرلي كل حاجة حلوة ماديا، بس أنا بعد ما اتجوزته والكل كان بيحسدني على جوازتي دي بدأت كده أحس إنه الفلوس مش كل حاجة. طبعنا مختلفة وحياتنا الخاصة مش مشبعة ليا خالص، أسلوب حياته كان مختلف. فحصل عندي حالة كده من الهوس إن أنا أشتري حاجات كتير، أسافر كتير، بس فضل ده مش معوضني خالص عن إني محتاجة راجل في حياتي. بقيت محتارة قوي، أطلب الطلاق وأخسر كل حاجة، ولا أكمل وأتنازل عن مطالبي وأحلامي في حياة تكون رومانسية. فكرت إني أصاحب حد يكون بيعوضني عن كل اللي ناقصني ده، بس خايفة طبعا من غضب ربنا ومن كلام الناس. هو بس أنا يعني هابدأ المشكلة من الآخر، يعني هو ده option، ده احتمال يعني إن أدّيكِ حل إنِّك تصاحبي واحد يعوّضِك؟ لأ، تعالي نبدأ من الأول بقى. أنتِ كنتِ عايشة في مستوى اجتماعي كويس، والمستوى ده راح، وما تضحكيش على نفسِك، ما كنتيش هتعرفي تعيشي في مستوى اجتماعي غير اللي كنتِ متعودة عليه. ادّاكِ المستوى الاجتماعي ده، وعايشة سعيدة، واحتياجاتِك كلّها تم توصيلها ليكِ، وفجأة لإنِّك أنتِ مش راضية بقيتِ تدوّري على اللي ناقصِك. أنا مش شايفة إيه ناقصِك، يعني إيه مش حاسة إنه معاكِ؟ ولو مش حاسة إنه معاكِ ما يمكن أنتِ اللي سِت خايبة. إحنا ليه فارضين إن هو اللي مقصّر؟ ما يمكن كنتِ خايبة، لا عارفة تحرّكي مشاعره، ولا عارفة تخلّيه يحس بيكِ، ولا عارفة تعملي جو في البيت. ده يمكن هو اللي عايز يسيبِك. على فكرة مش معنى إنه أكبر منِّك ب30 سَنة إنه أكيد ميّت عليكِ، الحقيقة لأ، أنتِ اللي مش عاملة مجهود نهائي في جوازِك. عايزة تسيبيه ده موضوع تاني، لكن موضوع أصاحب ده إحنا واضح إن إحنا كمان المبادئ عندنا مش راسية أوي. أنتِ عندِك مشكلة نفسية، أنتِ عايزة كل حاجة في نفس الوقت، وده مستحيل، لإنِّك أنتِ كمان ما بتدّيش اللي معاكِ كل حاجة في نفس الوقت. اختاري، اختاري الفلوس، اختاري الطلاق، اختاري الاستقرار، اختاري البوظان. أنا مش دوري أقول لِك ده حرام والّا ده عيب، أنتِ عارفة كويس أوي، بس الحقيقة هم كلّهم اختيارِك أنتِ. أنا مش شايفة إن عندِك مشكلة خالص، بالعكس ربنا باعت لِك حل لمشاكلِك.